دكتورة التجميل المصرية اللي كانت تحط السحر داخل أجسام مرضاها، هذه القصة اشتهرت جدا في بدايات 2010 أو 2011. احنا نتكلم على الدكتورة دينا من القاهرة. صيتها كان قوي بالنسبة لنتائجها، وهذا كان شيء مغري لجميع الفتيات العربيات، خصوصا على فاطمة من الكويت. فاطمة لما سمعت عنها تواصلت وياها واتفقوا انه يعني يسوون العمليه، توعدوا انه يشوفون بعض في القاهره، وفعلا سافرت لها فاطمه. واتصلت عليها هني امها، قالت لها يما انا مو مطمنه. قالت لها ليش؟ قالت لها انا وايد اسمع يعني سوالف عن مصر ان يبيعون اعضاء، او ان يعني عملياتهم فاشله. فقالت لها فاطمه لا، مو لهالدرجه، بالعكس صيتها طيب وامورها طيبه وهي معروفه، ويعني احنا نتكلم على ايقونه من ايقونات الجمال وايقونات الطب. قالت لها بس المهم ديري بالك. العمليه كانت اليوم الثاني، هذه المكالمه يعني كانت قبلها بيوم. نامت هني فاطمه، صحت عادي، الامور طيبه، راحت للمستشفى، الكمام خدرت، نامت، قعدت. النتائج كانت ممتازه جدا. بس تقول يعني فاطمه انه من بعد ما صارت تصحى هني صارت تحس اوكي، هي صارت احلى، مورمه وكذي، بس صارت احلى، بس تحس انه في شيء داخلها مو قادره تفهمه هي شنو. من بعدها كل يوم قاعد تحلم نفس الاحلام بالضبط. الامر غريب. تواصلت مع ناس مسوين عمليات وياها، وذكروا الناس ان هم فعلا يحلمون بنفس الاحلام اللي قاعد تحلمها فاطمه، وهذا الشيء خلى في نوع من الغرابه. عقبها انتكست حاله فاطمه، طاحت غشيانه، خذوها المستشفى. لما سووا لها الاشعه والفحص شافوا في اشياء غريبه داخل جسمها، صوب الكلى مثل مخيطه بطريقه، في العين مثل عين حورس. حققوا معاها وقالت لها انا كان عندي عمليه تجميل كذا 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 كذا. اكتشفوا تالي بعدين ان هذه كانت عمليه سحر ونصب. راحت السالفه هذه الى الشرطه. الشرطه داهمت المكان، ما لقوا دينا ابدا، ما لقوها. بس لقوا الشرطه وفيديو، عفوا سيديات حزتها طبعا، كله تسجيل لفيديوهات العمليات. واللي اكتشفوه ان هي مو بس كانت تحط السحر، بل تاخذ بعض الاعضاء وتبيعها، والفيديوهات تنباع بدارك ويب، كانت تاخذ فلوس من كل مكان. دينا ما حد يعرف عنها شيء حاليا.